فاتني مكسب 17% خلال يوم واحد، وده بسبب تفعيل جني الأرباح متأخر. يا ترى هقدر أوصل للمكسب ولا هضرب بكف الخسارة وهيروح عليا ويضان من إيدي؟ خليني أحكي لكم قصة كاملة باللي حصل معايا. ده سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ودي شمعت الاتنين الموافقة 10 أغسطس 2026. سيت على حجم التداول في اليوم ده لقيته أكبر من متوسط حجم 20 شمعة سابقين، وما بصيت على المتوسط المتحرك 50 لقيته أكبر من متوسط المتحرك 200، وده بيدل على إننا في ترند عام صاعد. وما بصيت على مؤشر القوة النسبية ال RSI لقيت فيه تقاطع إيجابي، وما بصيت برضو على مؤشر الاستوكاستيك لقيت فيه تقاطع إيجابي. فقررت الدخول على صفقة شراء 1 ل1، وشديت فيبوناتشي على الشمعة دي عشان اشتري عند المنطقة الذهبية واللي هتكون عند سعر 64 جنيه و80 قرش، والبيع بتاعي هيكون عند سعر 75 جنيه. كف الخسارة يكون أسفل الشمعة الخضراء دي عشان يحدد معايا في حدود 9%، ووقتها المكسب هيكون وصل معايا لحدود 17.2%. بالفعل اشتريت تاني يوم في الشمعة الحمراء دي عند سعر 64 جنيه و80 قرش زي ما واضح قدامك دلوقتي. اشتريت بالفعل يوم 11 أغسطس 2026 الساعة 12 إلا 5، وما لحقتش أو معرفتش إن أنا أفعل جني الأرباح لأنه بيتعمل في أوردر لوحده بعد ما السهم يتم الشراء فيه. وطبعا انشغلت آخر يوم ده معرفتش إن أنا أعمل فيه جني الأرباح في أوردر لوحده، وتاني يوم ما لحقتش برضو إن أنا بسبب انشغالي بسبب عمل الصبح معرفتش إن أنا أعمل جني الأرباح غير الساعة 11 إلا ربع، وده اليوم اللي السهم حقق الهدف فيه وكان وصل له الساعة 10 الصبح زي ما واضح في الشمعة الخضراء التانية اللي باينة بعديها بجلستين اللي وصلت لسعر 75 جنيه و80 قرش. فترى السهم هيوصل للهدف اللي أنا محدده ولا هينزل يضرب بكف الخسارة عشان أوصل له؟ خلاص أبدا، ما كسبت 17% أخسر حوالي 10%. فأنا عايز أطلب طلب واستغاثة من شركة صندر لو في أوبشن يتحط مع أمر الشراء في طلب متقدم إن إحنا نعمل أمر جني من عمد الأرباح أول ما السعر يتعمل لما نحط أمر الشراء، عشان محدش ينسى إن هو يعمله، أو لو اتلهى في شغل أو اتلهى في حاجة ما يروحش على المكسب بتاعه. بعد إذنكم.